من استقرار الزمالك وتذبذب الاهلي في المستوى والاداء للعكس تماما رحيل فيريرا ورجوع الاهلي للمنافسه. هو ايه اللي حصل بعد ماتش القمه؟ بص يا صديقي، انا هتكلم عن الماتش من وجهة نظر مختلفة شوية، وتتفق او تختلف معايا انا موافق، بس على الاقل اسمع وجهة نظري واكتب لي وجهة نظرك انت في الكومنتات وهنتناقش. وطول بالك معايا يا صديقي لان الحلقة هتبقى طويلة عن المعتاد المرة دي زي ما انت شايف كده، بس حاول تسمعني للاخر وهستنى وجهة نظرك ورأيك في الكومنتات. وهنبدأ بالاهلي وهنسيب الزمالك للاخر عشان نطول فيه براحتنا. يلا بينا. الزمالك يعمل ايه مع الاهلي بعد بكره؟ هيكسبوا طبعا. موضوع منتهي. الزمالك هيكسبوا طبعا، انا بقول كلام واضح، الزمالك هيكسبوا طبعا. مبدئيا كده انا قلت بالنص في الفيديو اللي فات اللي هو فيديو ما قبل القمة، تقدر تشوفه من فوق هنا، ان الاهلي مش قدامه غير المكسب باي طريقة، وقلت كده بالنص الاهلي مش هيعترف بالحالة اللي هو فيها ولا بالنتائج ولا بالاداء السيء. الاهلي هينزل يكسب وبس، لان ده طوق النجاة الوحيد اللي قدامه. وتقدر ترجع تتفرج على حلقة كاملة هتلاقيها ظاهرة فوق على اليمين اهي. وده ليه سبب بسيط جدا، هو ان الاهلي فيه كمية عدم استقرار غير طبيعية، من رحيل الخطيب، انتخابات رئاسة النادي، مشكلة حسام عاشور، وده اللي على مستوى الاداري بس، انما على مستوى الفريق فحدث ولا حرج. من مشكلة زيزو اولا، مشاكل في اوضة اللبس لاصابة امام عاشور بفيروس في المعدة. طبعا هنا الكرة ملهاش علاقة، لازم نتمنى الشفاء لإمام ويرجع أحسن من الأول إن شاء الله. إمام أفضل لاعب في الأهلي وفي الدوري بدون نقاش وبكل حيادية. طبعا سلامة اللعيبة ملهاش علاقة بالكورة، وده لازم نأكد عليه أكتر من مرة. اللعيبة نزلت الماتش وهي عندها كمية ضغط كبيرة جدا، والماتش كان هيروح منهم، وخصوصا إن الزمالك جاله فرصتين بهدفين لعدي الدباغ وناصر ماهر. وهنيجي للزمالك بكل التفاصيل عشان في كلام كتير قوي هنقوله، بس خلينا نكمل في الاهلي دلوقتي. الشوط التاني اللعيبه اتغسلت حرفيا من النحاس، وكان باين عليهم قوي ان هما مش هينفعوا يكملوا كده، وخصوصا ان هما خرجوا الشوط الاول 1-0 للزمالك ومنظرهم كان يعر الصراحه. فنزل الشوط التاني اكلوا الاخضر واليابس،